ما تم تدريسك إياه في المدرسة ليس علما، وإنما هو معرفة فقط. العلم الحقيقي لا يدرس منه إلا فئة من البشر معدودون على الأصابع. نحن لا نعرف رياضيات الفورتكس ولا سيد العلوم الأثيرية، ولا نعرف الضوء الأسود. نحن لا نعرف طاقة النقطة صفر، ولا نعرف علوم الهندسة الصحيحة، ولا بصمة الخالق في الملكوت، ولا سر النسبة الذهبية في الكون. نحن ممنوعون من دراسة طاقة الظل والطاقة الباردة وسيكولوجية الماء، وممنوعون من دراسة الطاقة الحيوية وطاقة الغرانيت ولا الزئبق، لأنها علوم ممنوعة على العامة. نحن لا نعلم شيئا عن الطاقة اللامنتهية، وعلم الأهرامات والكهرباء المجانية، وكذلك التاريخ الصحيح والجغرافيا الصحيحة وعلم الأحياء الصحيح والتطبيب، ناهيك عن شكل الأرض المخفية عن القطيع. نحن لا نعلم من يحرك الخيوط ويسقط الدول ويتحكم في الاقتصاد ويمارس الضغط ويتحكم في الإسواق وطريقة عيش الدول. نحن لا نتعلم اللغة الحقيقية من أسرار الحروف وأسرار الكلمة، ولا الفهم الصحيح للقرآن. نحن لم نصل بعد لرياضيات الحقيقية الكونية ولا لعلم الرقيم. نحن لا نعلم بعد أسرار الجسد ولا الروح ولا العقل، ولا تبعات النظام الغذائي المهجن الذي تتعاطاه يوميا. نحن لا نعلم أسرار الحضارات ولا التاريخ الحقيقي للأمم، ولا النسب الصحيح للبشرية وأصولها. نحن لا نعلم الأجزاء المحرفة من ديننا، ولا لماذا لم تدون الأحاديث النبوية ومن قام بتحريف بعضها. أنت تعيش داخل المنهج والمنطق المألوف أو السائد رغما عنك. منهج التدجين طريق القطيع. انحرر تفكيرك وكن إنسانا مكرما، لا إنسان مدجن داخل المصفوفة، المدرسة السرمدية الأزلية.